في عالم الطرب والموسيقى العربية قليل جدا اللي قدروا يوصلوا لمرحلة إن الناس تعتبرهم مدرسة مستقلة بذاتها. ومن بين الأسماء الكبيرة بيجي اسم واحد هو صاحب الألحان اللي عبرت حدود الزمن، رياض السنباطي. اتولد رياض السنباطي سنة 1906 في مدينة فارسكور بمحافظة دمياط، لكن أسرته اتنقلت وهو صغير للمنصورة. والده كان منشد ديني وصوته جميل، وده أول باب اتفتح قدام رياض على عالم الغناء والإنشاد. الطفل الصغير بدأ يقلد والده في التواشيح والأناشيد، صوته كان ملفت لدرجة إن الناس كانوا بيجوا يسمعوه. لكن القدر خباله حاجة تانية، إصابته في عينه وهو طفل، واللي خلت نظره يضعف جدا. إصابة ممكن توقف أي حد، لكن بالنسبة له كانت بوابة إنه يركز أكتر على السمع والموسيقى. رياض التحق بمعهد الموسيقى العربية، وهناك اتعلم أصول الموسيقى الشرقية والغربية، وبدأ يطور نفسه بشكل ملحوظ. كان عنده دقة نادرة في فهم المقامات، وقدرة على صياغة لحن بيجمع بين الأصالة والحداثة. اشتغل في البداية كعازف عود، وبعدها كمدرس في المعهد، لكن موهبته في التلحين بسرعة فرضت نفسها. بدأ يتعاون مع مطربين في بدايتهم زي منيرة المهدية وعبد الغني السيد، لكن النقلة الحقيقية حصلت لما تقابل مع أم كلثوم. اللقاء ده كان بداية مشوار من أنجح وأهم التعاونات في تاريخ الموسيقى العربية. من أول على بلد المحبوب والديني سنة 1935 ظهر إن في كيمياء خاصة بين صوت أم كلثوم وألحان السنباطي، وبعدها توالت الروائع: الأطلال، رباعيات الخيام، سلو كؤوس الطلا، ذكريات، يا ظالمني، ولد الهدى، مصر التي في خاطري وفي فمي. كل لحن فيهم كان لوحة موسيقية متكاملة. السنباطي كان قادر يترجم الكلمات لموسيقى بتلمس القلب قبل العقل. رياض ما كانش بس ملحن عادي، كان موسيقار صاحب فلسفة. هو الوحيد تقريبا اللي قدر يدي القصيدة العربية الكلاسيكية حياة جديدة في القرن العشرين. لما تسمع الأطلال أو رباعيات الخيام تحس إنك بتسمع مزيج من الشعر والموسيقى والروح. هو ده اللي خلاه يتوصف ملحن القصيدة العربية. لكن مش أم كلثوم بس، تعاون كمان مع محمد عبد الوهاب في بعض المواقف، ومن أصوات زي أسمهان، نجاة الصغيرة، فيروز، وعبد الحليم حافظ. رغم إن التعاون بينهم كان محدود جدا، كمان لحن لمطربين من الجيل الجديد وقتها، وحافظ على مكانته لحد آخر أيامه. السنباطي كان إنسان ملتزم جدا، بعيد عن الأضواء، كانش بيحب يدخل في دوامات الشهرة أو الإعلام، كان عايش للموسيقى وبس. واللي بيأكد ده إنه لحن تقريبا أكتر من 500 عمل ما بين قصائد وأغاني وطنية ودينية وعاطفية. ومن غير ما ننسى الجانب الوطني، ألحان زي مصر التي في خاطري وأمجاد يا عرب أمجاد كانت بتلهب مشاعر الجماهير، وتأكد إن الفن مش بعيد عن قضايا الوطن. حصل السنباطي على جوائز وأوسمة كتير، أهمها وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس جمال عبد الناصر، وجائزة اليونسكو الدولية للموسيقى سنة 1977. ورغم كل المجد اللي وصله فضل دايما رمز للتواضع والجدية. كان شايف إن الفنان الحقيقي بيعيش للناس والفن مش للأضواء. توفى رياض السنباطي الله يرحمه سنة 1981، لكن موسيقاه فضلت خالدة لحد النهاردة. لما تسمع أي لحن من ألحانه بتحس إن الزمن بيرجع بيك، وإن الروح بتسافر في رحلة مليانة إحساس وجمال. رياض السنباطي مش مجرد ملحن، هو شاعر بالموسيقى، واحد من الأعمدة اللي شالت الأغنية العربية، وأثبت إن الفن الحقيقي ما بيعرفش زمن.